الوقت اللي المغرب خدام في صناعة السيارات ومنافسة تركيا وإسبانيا، الجارة الجزائر خدامة ليل ونهار في صناعة منتخب البوليزاريو، واللي علنت على تأسيسه قبل لحظات وسماته بين قوسين فريق الصحراء الغربية. المنتخب أو الفريق كيف ما سماته بغاتو الجزائر يشارك كأس إفريقيا اللي غادي تنظم في المغرب سنة 2025. وكخطوة أولى تسويقية لهذا المشروع الاستفزازي، نظمت الجزائر مباراة ودية بين فريق البوليزاريو ونادي مولودية الجزائر انتهت قبل قليل. هذه المباراة اللي حشدوا لها الجمهور بشكل كبير لدرجة أنهم أعطوا للطلبة عطلة والتنقل فابور باش يحضروا لهذه المباراة اللي كان الغرض منها هو تسويق هذا المشروع من جهة ثم استفزاز المغرب من جهة أخرى، وذلك عبر برمجة اللقاء في نفس الملعب اللي لعب فيه المنتخب المغربي نهائي كأس إفريقيا ليلة البارحة. النظام الجزائري أدرك متأخرا أن الكرة هي ساحرة الشعوب وأن لها قوة وتأثير يفوق قوة السياسة وتأثيرها. ذاك الشيء علاش حول الخطة في اتجاه الكرة وبغى يلعب ورقة منتخب البوليزاريو باش يحرج المغرب مع الكاف ومع الفيفا من جهة ويحشد الدعم الشعبي داخل الجزائر لهذا المنتخب المتبنى من جهة أخرى. لكن اللي ما كيعرفوش النظام الجزائري هو أن هذا المنتخب أو الفرقة كما سماوها لن ترقى لمستوى منتخب يمثل دولة، لأن دولة الصحراويين هي المغرب ومنتخبهم الأول هو المنتخب المغربي. وهذه الفرقة اللي جمعت الجزائر وأسستها باسم الصحراء ما هي إلا فريق جزائري لن يلعب إلا داخل الجزائر أو في بطولتها كفريق من فرقها اللي أسستها سابقا. اللي بغينا نقوله على أن هذه الخطوة هذه اللي قامت بها الجزائر وقام بها النظام الجزائري بين قوسين واللي باغي يستفز بها المغرب ولا يصغروا ونقولوا له بالدارجه رانا كلام صغر راسك. لماذا؟ لأن المغرب كبير بمؤسساته وكبير بشرعيته التاريخية وكبير أيضا بفروقه الكروية اللي أبهرت العالم في كأس العالم وأبهرته أيضا في كأس إفريقيا للناشئين وفي أرضكم وأمام جمهوركم. أهل المنتخب المغربي للناشئين للمباراة النهائية وقدم عرض كبير جدا وبين على أن المغرب دولة راقية وعلى أنها ما عندها عقدة مع الشعب الجزائري، ولكن للأسف يصر دائما النظام الجزائري على أنه يرجعنا النقطة الصفر. وبين قوسين بغيت نقول هذا الفريق اللي بغيتوا ديروا انتم منه دولة اللي هو فريق جزائري بالأساس ولا عنده علاقة بالصحراويين المغاربة وهو جزائري كما كنقول جزائري جمعتوا مجموعة من اللاعبين الجزائريين وجبتهم لن يرقى إلى مستوى دولة ولا عمركم غادي نقولها ونأكدها ما عمر جبهة البوليزاريو تحلم انها تكون دولة، لأنه هذا حلم ولده هميش ونحن متعارفين. واللي بغيت نقول على انه اليوم اللي خاص النظام الجزائري يرد له البال هو يرد البال لهاد الصحراويين اللي موجودين في التراب ديالو، هاد الصحراويين المغاربه اللي هو شادهم عنده واللي للاسف الشديد اليوماتيا نحن مقبلين على فصل الصيف وهما كيعرفوا على انه الماء في البرامل فصل الصيف مخيمات الحماده كيطرطق بقوه الحراره اللي كاينه في هذه المخيمات. وكنقولوا كنأكدوا على انه هذه الدوله اللي كيحلموا بها بين قوسين راهي متشتته ما بين الجزائر، كاين اللي عنده الجنسيه الجزائريه وكاين اللي عنده الجنسيه اسبانيه وكاين اللي عنده الجنسيه فرنسيه وكاين اللي عنده الجنسيه موريتانيه وكيعيشوا في ارض الشتات. بقاو 21 ولا 15 من دوك اللي باقي شادين في الحلم القديم من القاده ديال جبهه البوليزاريو اللي موالين للجزائر ولا يقدوا يتحركوا ما هو باوامر النظام الجزائري. هذا هم اللي مازالوا شادين في هذا الحلم القديم. اما الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس كنظن على انه تشتت في ارض المهجر وتشتت في ارض الله، ولو انه اتيحت له الفرصه انه يرجع لبلاده غادي يرجع للمغرب لانه هو بلاده وهو النهايه اللي غادي تكون. اذا هذا الحلم هذا نسدوا هذا القوس ونقولوا على انه نحن راه كبار، نحن متوجهين لمعالجه مشاكلنا الداخليه. واللي بغيت نقول باش نوجه ايضا الرساله نحن كاملين على انه بغيت نقول على انه داخل بلادنا خاصنا نقوي جبهتنا الداخليه كما دائما كيأكد عليها صاحب الجلاله. بلادنا نبغوها تعطي صوره حقيقيه عن المغرب اللي عنده 12 قرن، عن الملكيه المتجذره في هذا البلد هذا، عن المؤسسات القويه داخل هذا البلد. اذا كنقولوا للنظام الجزائري هزلت، واذا اللي عدلت ما تكون فريق ولا ما تكونوا احنا راه ما كيهمنا ولا يستفزنا وكنعتبروا كل مره كتصغار عنا ماشي كتكبر. اما نحن كورتنا الحمد لله منتخبنا معروف، منتخباتنا لا الكبيره ولا الصغيره معروفه، فرقنا معروفه
الصحراويين وسط بلدهم، وهذوك اللي لهيه يوما ما غادي يفيقوا وغادي يعرفوا على أن النظام الجزائري غلطهم وضيع عليهم أكثر من 40 سنة من الشتات ومن الحلم الخاوي للأسف الشديد. تحياتي لكم، السلام عليكم.